السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه ان شاء الله. كما شفتوا اليوم غادي نحضر معكم مطيشه ديال الحك اولا طماطم مركزه، وماشي غير بالمطيشه بوحدها وانما بالقشور ديال المطيشه. وياكم البنات تلوحوا القشور ديال المطيشه من اليوم. هنايا كما شفتوا عندي تقريبا واحد الاناء عامر بالقشور، وواحد الاناء فيه مطيشه ما كاملش، تقريبا 2 كيلو. أه شي كيلو ربع بحال هكاك اللي فيه تقريبا، وطايبه بزاف يعني ماشي ديال تبقى وهكا غادي غير تخسر. قلت علاش لا ما نقدهاش. كما شفتوا هنايا عندي القشور ديال المطيشه اللي كنت كنجمعهم، كنحك مطيشه وكنهز نديرو في ساشي ونلوح في الفريغو واحد المده، عاد غادي نخدم بهم. وممكن انكم تخدموا بهم بوحدهم بلا مطيشه. انا غير حيت ديك المطيشه قربت تخسر ليا وقلت علاش لا ما نخلطهمش بجوج. هنايا كما شفتوا الطريقه ديالي اللي غادي نشارك معكم. غادي نغسل ديك المطيشه كما شفتوا، خليتها في الماء. غادي ناخذ واحد السكين، غنبقى نقطع كل مطيشه على 4 ونديرها في واحد الطنجره. هانتوما كما شفتوا هكا كتقطع على 4 باش تسهل على الطياب ديالها. وبقيت هكا تقطعته كامل. صافي كما قلت لكم كتقطعوا كامل ديك المطيشه وتزيدوها على الخضره. وانتم تبارك الله من بعد ما قطعتها شفتوا عمرات الجميله ديالي او الطنجره. ودابا غادي نديرها طيب على نار مهيله. وهنايا البنات من بعد ما طابت بدات كطيب كتبقبق بزاف. سميتو كان فيها الماء بزاف كما كتشوفوا، هي طلقات الماء بزاف، وانا ما يمكنش ليا نتسنى حتى ينشف داك الماء. راه هنا بقينا هنايا بديت كنقصو كما شفتوا. صافي كل مره هكا كنطل كنشوف هي بدات المطيشه بدات كتهرى وسميتو، وداك الماء بدا كينقص، وكنت كنقص فيه كل شويه تاخذ الطياب ديالها على حقها وطريقها. كما شفتوا هي تبارك الله دابا راه طابت ولات هاريه يعني جاهزه انها تطحن. وهنايا خديت الهاشوار ديالي وكنخوي فيه الخليط، كان باقي سخون. بالنسبه لي عندها الهاشوار ديال الدجاج، وياكم تخويو الخليط هكا سخون. صافي كما شفتوا خويتو وكندير عليه واحد 2 اضافات، وكاين اللي كيدير حتى 3 د الاضافات بالنسبه لاي وحده وداكشي اللي بغات. انا كنزيد غير التحميره كتعطي هذاك اللون زوين، وحتى الكو ديال التحميره راه زوين. وكنزيد شويه ديال الزعتر، وكاينه اللي كتزيد حتى الزيت البلديه. انا ما كنزيدهاش، كنزيدها في الطياب وصافي. صافي كندير غير التحميره وشويه ديال الزعتر. وهاد المطيشه البنات، هذا صوص الطوماط اولا صلصه الطماطم كتصلح لبزاف د الحوايج. غديريها في الكسكسو، غديريها في البيتزا، غديريها في مع المعجنات يعني لي بات اولا الرز الشعريه، اي حاجه اي حاجه مع البيض ومطيشه وكدار معاهم. المهم اي حاجه ممكن انك ديري فيها هاد صلصه الطماطم كتجي زوينه. وحتى يعني ماشي اقتصاديه، بغيت نقول زعما ما كتضيعيش الوقت، كتاخديها دغيا بلا ما تبداي تحكي في المطيشه ولا تبداي طيبيه اصلا طيبه. كديري لي عاوتاني غير واحد شويه ديال الطياب صافي، ها هي كتكون جاهزه. ايوا صافي بقيت هكا كنطحن كل شويه، كنطل كل شويه كنزيد ليها في النيفو ديال الطحين حتى طحنات. ولات بحال على شكل ولات بحال العصير ولكن ثقيله. ها هو القوام ديالها راه كيبان لكم كي داير. صافي من بعد ما طحنتها في داك الاثناء فاش كانت هي كتسميتو، وجدت انا هذا الاناء مع الغربال ضروري باش نعزل هذاك الشيء اللي كيبقى، ديك الزريعه ودوك القشور
والقشور اللي كيكونوا بقاو غير هادوك كيكونوا رقيقين كنعزلوهم على لاصوص هكا. كنبقى كندير بحال هكا كنعزل لاصوص لتحت كتعزل، وهذاك الشيء كيبقى داكشي غادي نرميه ما عندي ما ندير به. ها هو كما شفتوا كي داير غادي نرميه. كاين اللي كيخليه كيديروا هكا كيخطر الكسكسو كيخطر المرقه ديال الكسكسو. كي قلت لكم انا ما درت فيها الزعتر ما غندير به والو، غادي غير اللحوم ما عندي ما ندير به. هانتوما البنات كي كتشوفوا لاصوص كي ولات واعره ثقيله خاطره زوينه. اللي بغات دير مطيشه د الحك غادي تزيد عليها واحد المعلقه د المطيشه د الحك وواحد المعلقه د الزيت، وغادي تردها طيب مزيان وديرها في واحد القرعه اللي غادي تكون مغسوله من قبل يعني معقمه. اما اللي بغات غير هكا مطيشه لاي حاجه غادي ديريها في شي هكا بلاستيكات وديريها في الفريغو، وقت ما بيتيها راه كتجبديها وصافي. وهذا الشيء هذا الزبل اللي بقى كي قلت لكم البنات هو غادي غير يتلحى. هذا اللي كنقول لكم بقى ما عندي ما ندير به. شكرا البنات، نتمنى انكم تدخلوا عندي القناه وتدعموني بالاشتراك.